كان قدماء المصريين أساتذة في البقاء. لقد اتقنوا فنون الحياة في بيئة قاسية وصعبة. لقد ازدهروا لأكثر من 3000 عام في وادي نهر النيل. كان النيل شريان حياتهم، حيث وفر لهم الماء والغذاء ووسيلة النقل. وفر النهر الماء لمحاصيلهم ولأنفسهم. بفضل نظام الري المتقدم تمكنوا من زراعة الأراضي القاحلة وتحويلها إلى حقول خصبة. كان قدماء المصريين مزارعين وحرفيين ومهندسين معماريين مهرة. لقد أبدعوا في فنون النحت والعمارة وتركوا لنا معابد وأهرامات شاهقة. لقد تركوا وراءهم إرثاً لا يزال يبهرنا حتى اليوم. من خلال آثارهم نتعرف على حياتهم اليومية ودياناتهم وعلومهم، مما يجعل حضارتهم خالدة في ذاكرة الإنسانية. أهرامات الجيزة هي من بين الهياكل الأكثر شهرة في العالم. كانت بمثابة مقابر للفراعنة. بنيت هذه الأهرامات منذ آلاف السنين، وهي لا تزال تثير إعجاب الزوار من جميع أنحاء العالم. كل حجر في هذه الأهرامات يروي قصة عن الحضارة المصرية القديمة. أبو الهول العظيم هو أعجوبة أخرى. هذا التمثال الضخم الذي يقف شامخاً بجانب الأهرامات هو رمز للقوة والغموض. يمتلك هذا التمثال الضخم رأس إنسان وجسم أسد، ويقف حارساً على الأهرامات. يعتقد أن وجه أبو الهول يمثل الفرعون خفرع، مما يضيف إلى جاذبيته التاريخية. هذه الآثار هي شهادة على براعة وبراعة قدماء المصريين في البناء. من خلال استخدام تقنيات متقدمة وأدوات بسيطة تمكنوا من إنشاء هياكل لا تزال قائمة حتى اليوم، مما يبرز عبقريتهم الهندسية. كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم حكام إلهيون، وسطاء بين الآلهة والشعب. كانوا يتمتعون بسلطة مطلقة. كان توت عنخ آمون أحد أشهر الفراعنة، وقد تم اكتشاف مقبرته في عام 1922. قدم اكتشاف كنوز توت عنخ آمون رؤى قيمة لحياة الفراعنة. المشهد الرابع: الحياة اليومية على ضفاف النيل، لمحة عن الماضي. كان قدماء المصريين شعباً متديناً بعمق. كانوا يؤمنون بالعديد من الآلهة والإلهات. تمحورت الحياة في مصر القديمة حول نهر النيل. كانوا حرفيين مهرة، يصنعون المجوهرات الجميلة والفخار والأثاث. المشهد الخامس: إرث خالد، أصداء مصر القديمة. في هذه الجدران القديمة نجد قصصاً محفورة منذ آلاف السنين، تروي لنا حكايات عن حضارة عظيمة. يمكن رؤية إرث مصر القديمة في العديد من جوانب الحياة الحديثة، من العمارة إلى الفنون ومن اللغة إلى التقاليد. لا تزال آثارهم واضحة في كل زاوية من زوايا مصر الحديثة. لقد أرست مساهماتهم في الرياضيات والفلك والطب الأساس للحضارات المستقبلية. كانت معرفتهم بالنجوم والطب متقدمة بشكل مذهل، مما ساعدوا في تشكيل العالم كما نعرفه اليوم. لا يزال فنهم وهندستهم المعمارية مصدر إلهام لنا حتى اليوم. من الأهرامات العظيمة إلى التماثيل الرائعة، تظل هذه الأعمال الفنية شاهدة على عبقرية المصريين القدماء. حتى بعد آلاف السنين لا يزال سحر مصر القديمة قوياً كما كان دائماً. تظل هذه الآثار والكنوز القديمة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لتذكرنا بعظمة هذه الحضارة الخالدة.